بدأت لحظة عظيمة، تاريخ جديد للبشر، بل هو بداية تاريخ البشر. بدأت لحظة النفخ في الروح لآدم عليه السلام. كل من في الملأ الأعلى ينتظر. إنها لحظات عظيمة، إنه احتفال رهيب وموقف عظيم، لحظات مشهودة. بدأت الروح تسري في رأس آدم عليه السلام. بدأ ينظر، فتح عينيه يلتفت يمنة ويسرح. ماذا ينظر؟ إنها الجنة، إنها ثمارها، إنها أشجارها وأنهارها. وصلت الروح إلى أنف آدم فعطس، فقالت الملائكة يا آدم قل الحمد لله، فقال الحمد لله. فقال الرب عز وجل يرحمك ربك. نزلت الروح إلى جوف آدم عليه السلام، اشتهى ثمار الجنة، اشتهى الأكل منها، فإذا بآدم عليه السلام يثب وثبة والروح ما وصلت إلى قدميه، يريد أن يصل إلى ثمار الجنة. عجلان، خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. فلما اكتملت الروح في آدم عليه السلام وبدأ يمشي والملائكة تنظر والكل يترقب، قال الرب عز وجل يا آدم انظر إلى أولئك النفر من الملائكة، اذهب إليهم فقل السلام عليكم. فمشى آدم ووصل إلى الملائكة فقال السلام عليكم. فردت الملائكة قائلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأنست الملائكة بآدم عليه السلام. يا لها من لحظات، إنها بداية تاريخ البشر. استأنس آدم واستأنست الملائكة، فقال الرب عز وجل يا آدم إنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فمسح الرب عز وجل على ظهر آدم، فنزلت كل ذريته من آدم إلى أن تقوم الساعة. تخيلوا كم هي ذرية آدم من خلقه إلى أن تقوم الساعة، كم هي المليارات التي نزلت أرواحها. أنا وأنت وأنت وكل من نسمع نزلنا في ذلك اليوم. أهل الجنة وأهل النار. نظر إليهم آدم عليه السلام فقررهم الرب عز وجل، يخاطب كل ذرية آدم يقول لها ألست بربكم؟ فقال كل البشر بلى، نشهد على هذا. فقال الرب عز وجل لهم لا تأتوا يوم القيامة لتقولوا إن كنا عن هذا غافلين، إنها الفطرة المركوزة في القلوب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة في القلوب لا تنكرها يوم القيامة. لما استوى خلق آدم الآن جاء تنفيذ الأمر. أي أمر؟ إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا الملائكة كلها، كل من في السماء، كل الملأ الأعلى، كل الملائكة على رأسهم جبريل، كلهم سجدوا لآدم احتراما له، تكريما لهذا المخلوق واستجابة لأمر الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا المشهد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا مخلوق واحد، مخلوق غريب وحقير لم يكن من الملائكة، جعله الله عز وجل معهم. ظل قائما، ظل مستويا، ينظر إلى من حوله، ينظر إلى الملائكة ساجدين، إلا هو ظل قائما بكبر وحقد وحسد. سأله الرب عز وجل وهو أعلم به يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ وربنا أعلم به. انظروا إلى الإجابة الوقحة. قال لم أكن لأسجد لبشر، أنا أسجد لهذا المخلوق؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. أنا المخلوق من نار أسجد لمن خلق من طين؟ إنه الكبر
قبحه الله ماذا يفعل بأصحابه. أول معصية عصي الله بها في السماء من إبليس الذي رفعه الرب وجعله في الملأ الأعلى. فرد الرب عز وجل على إبليس قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اخرج من أي شيء. إبليس لعنه الله، رفعه الرب عز وجل مع الملائكة، وهو ليس من الملائكة، هو من الجن. رفعه الرب عز وجل وأعلى من شأنه وجعله مع الملائكة، لكنه لما أبى، لما استكبر، وانظروا إلى موقفه وكل الملائكة سجدوا إلا هو قائم ويعترف بكبره ويعترف بحسده. قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا بربنا عز وجل يطرده من الملأ الأعلى، يطرده من هذه المكانة العالية التي كان فيها إبليس، كرم لسنوات عديدة ولزمن طويل حتى جعله الله عز وجل يعيش مع الملائكة، لكنه الآن يطرد منها. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أمر واحد لم يستجب فيه إبليس لربه عز وجل حلت عليه اللعنة. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. أمر واحد جعلت اللعنة تصيب صاحبها لما خالفها، ما بالكم بمن يعصي الله عز وجل كل يوم وكل ليلة، جهارا نهارا، مستكبرا معاندا. لعن إبليس وطرد من الملأ الأعلى وأنزل من هذه المكانة لأنه يستحق هذه المنزلة بكبره وحسده. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر.